يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهاردة هنعمل المكشكشة اللي قلبة الدنيا، قلبة كل السوشيال ميديا. بصراحة وصفة مفيش اسهل منها. هنجيب نص كيلو جلاش، لفة من الجلاش البلدي الطري الحلو ده. بلاش تكون متفرزة، علشان لو متفرزة مش هنعرف نتعامل معاها. بتجيبيها صبحة عادي خالص، ونبتدي نفردها كده ونبتدي نغطيها عشان خاطر الهواء ما ينشفهاش. هنجيب صينية ونجيب السمنة. هنجيب مثلا نص كوباية سمنة بلدي او فرن او اي حاجة، الزبدة اللي تريحك يعني. هنا انا حطيت زبدة صفراء متسيحة كده شوية كده في الميكرويف. ابتدي ان انا احطها في الصينية ادهنها، وهنزل عليها بالجلاش. الكاستر اللي احنا ممكن نحشي بيه احنا ما بنحبوش، بس انا هحشيها مهلبية عادي. المهلبية والكاستر واحد، بس بيختلف بس في الطعم كده شوية وفي اللون بتبقى صفرة. انا هنا هدهن الجلاش كله. بس هدهنها طبقة طبقة، مش هسيب منها اي حاجة. ممكن ان انتي تعمليها في صينية مستطيلة، بس انا لقيت القالب المستطيل اللي عندي هيبقى صغير قوي، ففضلت ان انا اعملها كده في واحده مدوره. وعادي واحده واحده بتبتدي ان انتي تظبطي الورقه. لو حطيتي من هنا وتنيتي هتحطي من الناحيه التانية برضو هتتنيها. بتطلع حلوه جدا جدا، وطعمها كان حلو وتحفه بصراحه. بس ما تستاهلش السعر اللي هي فيها 450 جنيه يعني. مالها لفه الجلاش يعني، نص كيلو جلاش قضى الغرض خالص يعني. بصوا هنا انا عملت المهلبيه لبن، كوبايه لبن ومعلقتين نشا بقلبهم على البارد. وبعد كده بطلع بيهم بحطهم على النار. وبعد كده بفضل اقلب فيها كويس جدا علشان خاطر ايه ما تكلكعش مني. بس هنا هي كانت بردت بس، وانا بفكها شويه حطيت عليها معلقه سمنه بلدي وقلبتها. هبتدي ان انا انزل بيها. مش عايزه تحطي الكميه دي كلها، ممكن ان انتي تحطي اقل من كده، بس هي يعني ما كانتش كتير على الصينيه. لو هتعملي بقى كيلو جلاش بتضاعفي الكميات في كل حاجه يعني. هتعملي كوبايتين لبن هتحطي 4 معالق نشا. وعلى فكره كل نشا برضو على حسب النشا اللي موجود. كده خلاص انا اهو ابتديت ان انا يعني ظبطتها. بصي ظبطتها كده عادي في الصينيه خالص. ممكن تحط لها شويه مكسرات من النص، بس احنا ما بنفضلش المكسرات. هنبتدي بقى كده خلاص. اظبط المهلبيه خالص. ممكن تعملي الكاستر بنفس الطريقه، تحطي اللبن يغلي وهتحطي معلقتين كاستر و... ونشا وتظبطيها يعني. بس احنا ما بنحبوش، فما فضلتش ان انا احط حاجه ما بنحبهاش، لكن الطريقه هي واحده. هبتدي بقى ان انا كشكش الورقه كده عادي. فاكرين كده زمان زي ما كنا بنقعد نعمل طياره مثلا، مروحه؟ انت بتعملي الجلاش كده برضو بنفس الطريقه. هو سهل جدا، بس هي كان طعمها كان حلو. طب يختلف ايه عن الجلاش العادي؟ التوريقه اللي فوق دي كانت مقرمشه طعمها حلو، مش شاربه عسل كتير، فكانت حلوة يعني بصراحة. دلوقتي مثلا لو عملته زي كده والصينية ما كانتش، الجلاش مش واخد الصينية كلها، عادي بكشكشها الأول وبعدين بقطعها، لأنك لو قطعتيها الأول هتطلع قصيرة شوية. أنا حاولت أظبطها لأني أنا كان عاجبني شكل اللي أنا بعمله، فكانت حلوة معايا خالص يعني. ما حبيتش إن أنا أحطها في قالب لازم يكون مستطيل. عندي صينية كبيرة مستطيلة، بس كانت الجلاش كان هيطلع رقيق قوي، فما كنتش حابه ان هو يطلع رقيق. عندي واحده اصغر فكان هيطلع الجلاش تخين قوي، فما كنتش حابه. فانا حاولت يعني اظبط ووسطن الدنيا افضل، يكون طعمها حلو وشكلها احلى. بصراحه ما فيش اسهل منها. بص هنفضل نكشكش كده في باقي الورق مثلا. يعني فوق مش هياخد اقل من 10 11 12، ده على حسب الصينية برضو اللي انتي بتستخدميها. لو بتستخدمي واحدة اكبر هتستخدم طبعا ايه اكبر. بس فحاولت ان انا يعني حطيت فوق في حدود من 10 ل 11 ورقة، والباقي كله حطيته تحت. ولازم تظبطي الدنيا الاول، عشان ما تاخديش الورق كله تحت وتبقي فوق مش عارفة تعملي ايه.
بصوا كده المهلبية ولا هتخرج ولا هتطلع ولا اي حاجة. الورق بيلزق عليها، كل ورقة انت بتكشكشيها وبتحطيها بتلزق على المهلبية على طول. بصراحة جربوها جربوها والله يا بنات مش هتندموا خالص. هنا السمنة بقى انا سيحتها تاني علشان خاطر انتوا عارفين السقعة. بس وهبتدي ان انا ارشها من فوق على الجلاش. طيب الفراغات ديت هنعمل فيها ايه؟ هجيب الفرشة وهبتدي ان انا واحدة واحدة كده ادخلها بين الجلاش عشان خاطر آه، يعني يطرى كده ويبقى مسقي من السمنة كويس جدا. دي سمنة بلدي صفرة عادي يعني، بقري قصدي يعني. وممكن تحطي زبدة، ممكن تحطي سمنة، ممكن تحطي اي حاجة انت ممكن تحبيها يعني. بس انا حبيت ان انا اعزز من طعمها شوية. ممكن تحطي زبدة صفرة على معلقتين سمنة بلدي برضه هتكون حلوة. بس هي بصراحة هي حلوة مش وحشة ولا اي حاجة، بس ما تستاهلش السعر الاوفر جدا جدا عليها ده. لكن سهلة سريعة بسيطة حلوة طعمها جميل. بس معرفش بالكاستر هيكون طعمها عامل ايه لاني ما بحبهوش بصراحة يعني، ما حبيتش اعمل حاجة برضو تترمي. هنا انا هبتدي ان انا اعمل الشربات. جبت كوباية ونص سكر وعليهم كوباية مية وهسيبهم يغلوا. ما بحطش فيهم بقى معلقة عشان خاطر ما يسكرش. ليه العسل بيسكر؟ علشان خاطر بنفضل نقلب فيه نحط فيه المعلقة ونفضل نشيل من حرافه. لا، انا حطيتهم كده وولعت عليهم النار، وبعدين قبل ما اطفي عليهم حطيت عليهم بصوا نص ليمونة. بس لو كبيرة مش للآخر يعني عشان خاطر ما يبقاش طعمه مزز قوي. بس كده خلاص حطيتها في الفرن وطلعتها. سقيتها بالشربات. هي بتشرب على فكرة الكمية كلها يعني كوباية ونص سكر وكوباية مية. هي هتشربهم معاكي كلهم، مش كتير عليها لان هي واخدة طبقات من تحت وطبقات من فوق. فهي هتشرب معاكي الشربات كله. بس هبتدي دلوقتي ان انا احط عليها الشربات كله واسيبه يهدى كده شوية وبعدين هاجي ازوقها. بصوا شايفين شكلها حلو جدا 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 بصراحة. كسرت عليها شوية عين جمل. هرشهم كده عليها شوية من فوق. واي مكسرات بقى سوداني عين جمل فستق، اي حاجة حطيها عليها تبقى شكلها حلو وهتدي طعم احلى. وممكن كمان تحطي على المهلبية من جوه شوية مكسرات برضو هيدوا طعم حلو ليها. بس انا ما بحبش احط حاجة ممكن ما تتاكلش عندي يعني. بصوا شايفين حطيت عليها برضو الورد. الورد ده ورد مجفف على فكرة للأكل وبيتحط للتوابل وبيتزوق بيه كده حاجات كتير قوي. وبس كده خلاص خلصنا المكشكشة هانم. نبتدي بقى ان احنا نقطعها. اولا المكشكشة دي يعني بصوا شايفين مقرمشة من فوق ازاي. القرمشة دي بصراحة حلوة جدا يعني مش وحشة. انا سقيتها الشربات كله وكانت حلوة قوي قوي قوي. بصوا شايفينها شكلها عامل ازاي. طبعا الجلاش طبعا زي ما احنا عارفين ما بيتاكلش بشوكة خالص ولا بمعلقة. هو بيتشال هلا بيلا كده ويتاكل على طول. بصوا حلوة جدا، متحمرة من تحت جميلة. جربوها يا بنات والله مش هتندموا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم والسلام عليكم ورحمة